في رسائل مش بتتبعت، بتتكتب علشان تخلص اللي كتبها. كأنك بتكلم حد مش لازم يرد، المهم بس يسمعك ولو بصمت. النهاردة مش معانا قصة بحبكة، معانا قلب بيحكي. أنا مالك، ودي مش حكاية كافكا وميلينا، دي حكاية واحد كان بيحب بصوت منخفض وبيخاف من نفسه أكتر ما بيخاف من البعد. ودي واحدة من الحكايات اللي بنعيشها هنا في بوك بايتس بالعربي. فرانز كافكا، الكاتب اللي عمره ما كان بيبان في الصورة، كان دايما في الهامش، غريب، منطوي، مريض، وبيكتب. ولما دخلت ميلينا حياته، دخلت عن طريق الكلام، مترجمة كانت بتراسل كافكا عن كتاباته، وبدأت بينهم مراسلات، مش كلام عادي، كلام بين سطور، بين تنهيدة وورقة. في كل جواب كافكا كان بيكتب كأنه بيحاول يثبت إنه لسه حي. كان بيحب ميلينا، بس كان بيخاف من قربها، كان بيحس إنها حقيقة وهو نفسه وهم. كان بيكتب لها: أخاف منك ميلينا، لأن كل ما فيك حقيقي وأنا هش. كان نفسه يحبها، بس كان حاسس إنه هيكسرها. أنا لا أصلح للحب ولا للحياة، بالكاد أكتب لكي لا أختفي. وفي مرة قال لها: أشتاق لك، لكني أهرب من لقياك، لأن حضورك يخيفني أكثر من غيابك. تخيل تبعت لحد كلام بالحجم ده وتفضل منتظر، مش رد لكن أمان. كافكا كان بيحب بحذر، كان بيكتب عن الشوق وكأنه مرض، عن القرب كأنه خطر. لكن في وسط ده كله كان بيحب بصدق، حب صامت، حب بيكتب نفسه جوه ظرف. كان بيقول لها: لو كنت بصحة جيدة لذهبت إليك الآن وطلبت يدك ولم أعد. بس كافكا ما كانش بصحة جيدة ولا بقلب متماسك. هو كان بيكتب علشان ميلينا تعرف إنها حقيقية، وعلشان هو يصدق إنه مش لوحده. كل رسالة في الكتاب ده كانت محاولة للحياة، رسالة مش دايما مترتبة، أحيانا متوترة، أحيانا ضعيفة، بس دايما صادقة. الرجل اللي كتب المسخ والقضية والقلعة، واللي كان شايف العالم قاسي، لما حب كتب أجمل رسائل حب، رقيقة مؤلمة بس جميلة. أنا مالك، ولو وصلت لآخر الكلام فاسمح لي أقولك: اكتب، حتى لو الرسالة مش هتتبعت، واكتب لحد بتحبه حتى لو بعيد، واكتب لنفسك حتى لو كل حاجة جواك ساكتة. استناني في اللي جاي، يمكن تلاقي رسالة شبهك. سلام.